قدومهم لتونس للمشاركة في تشييع جنازة الزعيم لحبيب بورقيبة. كما استقبل الرئيس زين العابدين بن علي السيدة ماري كلير مونديس فرانس أرملة رئيس الحكومة الفرنسية الراحل بيير مونديس فرانس، وكانت مناسبة لاستحضار علاقات الصداقة المتينة التي كانت تجمع بيير مونديس فرانس بتونس والذكريات التي تربطه بالزعيم لحبيب بورقيبة. وإثر ذلك توجه رئيس الدولة والشخصيات المرافقة له لتشييع جنازة الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة في جو من الخشوع والتأثر. وقد وضع جثمان الراحل الكبير الذي كان مسجى بالعلم الوطني على عربة عسكرية استقبلتها مجموعة شرفية من الجيوش الثلاثة، وحفت بالعربة المقلة لزعيم الراحل لحبيب بورقيبة كوكبة من الضباط من الجيش الوطني. وقد حمل ضابطان الأوسمة التي حصل عليها الزعيم لحبيب بورقيبة طيلة حياته النضالية الطويلة. وتجمعت على حافتي الطريق التي سلكها موكب الجنازة وكذلك في روضة آل بورقيبة جموع كبيرة من المواطنين والمواطنات الذين وقفوا ترحما على روح الفقيد الزكية.
الطاهر عند وصوله إلى روضة آل بورقيبة إلى المصلى من قبل مجموعة شرفية من ضباط الجيش الوطني. وأقيمت صلاة الجنازة وتليت أدعية ترحما على روحه الزكية. نزلا من الغفور الرحيم، صدق الله العظيم. الله أكبر. الله أكبر. ثم تولى الرئيس زين العابدين بن علي تأبين الزعيم الراحل بالكلمة التالية: الله أكبر. الله أكبر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، صدق الله العظيم. أيها التونسيون، أيتها التونسيات، إنها لحظة تقصر فيها الكلمات عن التعبير، لحظة نقف فيها جميعا خاشعين ونفوسنا كلها أسى وتأثر لنودع أبا يرحل عنا إلى مأثواه الأخير، وزعيما أحببناه، ورجلا أصبحت حياته جزء لا يتجزأ من تاريخها الوطني، الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، أول رئيس الجمهورية التونسية رحمه الله وكرمه بالجنة والغفران. إنه يعسر علي اليوم أن أذكر الزعيم الحبيب بورقيبة في صيغة الماضي، وصورته حاضرة في الوجدان، قائمة بيننا، ترمز لنا تلك القيم الوطنية التي تعلقنا بها بكل حب لراية البلاد. ولكن الأعمار بيد الله ولا مرد لمشيئته، نقبلها مؤمنين ونسأل العلي القدير لفقيدنا العزيز واسع الرحمة والمغفرة، ونتوجه إلى التونسيين والتونسيات لنستحضر معهم العبر من حياته الزاخرة بالنضال والكفاح. لقد كان الراحل العظيم قائدا وطنيا سخر نفسه لتونس، والتف حوله الشعب في حب وإيمان، فقاده وبث فيه روح البذل والعطاء، صحبة رفاقه من الزعماء ورجالات تونس العظام طيلة 31 سنة من الكفاح والتضحيات إلى أن تحقق الاستقلال وقامت الدولة التونسية الحديثة واستعاد الشعب حريته وسيادته. 31 سنة ذاق خلالها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة عذاب السجون والمنافي. لقد كان الزعيم الحبيب بورقيبة قائدا ومصلحا ورجل دولة، أثر بعمق في مجرى تاريخنا الوطني المعاصر، وصرف جهوده من أجل غرس مقومات الحداثة في المجتمع، مستلهما في ذلك ماضي البلاد وحاضرها، واعيا بمعطيات عصره وظروفه، فكان تمشيه مزيجا فاعلا من الجرأة واستباق الأحداث من ناحية والحنكة والحذر من ناحية أخرى. لقد تركت أعماله ومواقفه عميق الأثر في تاريخ تونس وتطورات مسيرتها الوطنية، وكان لها الصدى العميق في محيط تونس العالمي وفي المنطقة العربية مغربا ومشرقا،
وكذلك في القارة الإفريقية، حيث كانت لنجاحات تونس السياسية إسهامات بارزة في إذكاء الوعي الشعبي ودعم الحركات التحررية ضد الاستعمار والميز العنصري وتكريس تصور عادل العلاقات بين الدول يسودها التعاون والاحترام المتبادل، وهو ما جلب آنذاك للزعيم الراحل حبيب بورقيبة الإكبار والتقدير من قبل أكبر قادة العالم. إن مسيرة الزعيم حبيب بورقيبة ثرية بالمعاني والعبر، سواء على رأس الحزب الحر الدستوري الذي جعل منه حزب الجهاد والعمل، أو على رأس الدولة التونسية المستقلة التي دخلت بقيادته طور الانخراط في الحياة العصرية بمختلف مقوماتها. وقد انطلقنا بتغيير 7 نوفمبر 1987 من محاسن الإرث الذي خلفه لنا الزعيم الراحل حبيب بورقيبة، فعززناه وأثريناه، وانتقلنا بالبلاد إلى طور جديد من الإصلاحات والإنجازات والتضامن الوطني. وكان الزعيم حبيب بورقيبة خلال كل ذلك عزيزا بيننا مبجلا مكرما. أيها الراحل العزيز علينا، أننا إذ نودعك اليوم والخشوع يملأ قلوبنا، فأننا نحيي فيك روح الكفاح والإخلاص التي ميزت مسيرتك وحبك الذي لا ينضب لتونسنا العزيزة. لقد دديت الأمانة وأخلصت العمل، والله نرجو أن يتغمدك برحمته ورضوانه. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحضر الرئيس زين العابدين بن علي مرفوقا بأفراد عائلة الفقيد العزيز، حضر مواراة جثمان الزعيم لحبيب بورقيبة بقبره بروضة آل بورقيبة. ثم تقبل سيادة الرئيس وأفراد أسرة الفقيد التعازي من رؤساء وممثلي البلدان الشقيقة والصديقة ومن أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بتونس. وقدم الرئيس زين العابدين بن علي إثر ذلك تعازيه إلى أفراد أسرة الزعيم الراحل لحبيب بورقيبة. كما كان في تشييع الجنازة الوزير الأول وأعضاء الديوان السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي وأعضاء الحكومة وعدد كبير من سامي إطارات الدولة والأمناء العامون للأحزاب السياسية التونسية
والمنظمات الوطنية وقدماء المناضلين مسقط رأس بورقيبة. وعلى الرغم من المشاركة الجماهيرية الكبيرة فإن التغطية الإعلامية كانت ضئيلة وفي حدها الأدنى. وقد طوقت الشرطة التونسية المقبرة التي دفن فيها بورقيبة والشوارع الرئيسية المؤدية إليها، كما فرقت الشرطة